ده رسالة لأي حد بيشكك في حسام حسن، عايز يمشي كرهه بتاع أي حاجة. دي رسالة له. الماتش بتاع السعودية، بعيدا عن ماتش السعودية كان منتخب سعودي هو عمل أسبل أو أسوأ ماتش اتعمل في الحياة. من أول هيرفي نار اللي ده أساسا اللي كان هيجيلنا وحسام حسن هو اللي جه مكانه. تخيل بقى كمية العبث اللي هيرفي نار عملها في السعودية كان هيعملها عندنا. الحمد لله بعد عن كل حاجه هتيجي من عنده. لو حسام حسن مشي اي حاجه حصلت ده مش هيجينا. حسام حسن عمل ماتش كويس. هيرفي نار بقى عامل نفسه اكنه هانز فليك، عايز يعمل بقى ايه، خط دفاع متقدم وهانز واوف سايد وبتاع. كسبنا اربعه. كسبنا اربعه. اي نعم انا كان عندي تعقيب في التشكيل ان انا كنت بلاعب لعيبه الاهلي اللي هي اساسا كلها اساسا مش مركزه وطالعه من افريقيا وعامله اسوأ اداء. عامله ماتش كويس قوي النهارده. ماتش كويس قوي. بيلعبوا كوره. زيزو عمل ريتم، كان ريتمه سريع وكان بيلعب. تريزيجيه اي نعم كان كوره كان زي الزفت اساسا، وكوره حلو وكوره وحش، بس كان ماشي. امام، مروان، الناس دي كان بيلعبوا كويس. كان في حاجه ماشيه اساسا. اكسر خط الدفاع بطريقه سهله اساسا جدا، وكسرتها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. كنت اساسا لو انا عندي لعيب مثلا بيقدر يعدي واحد على واحد بطريقه حلوه، يعني مثلا واحد سريع زي مرموش، هيثم حسن اللي كان يعني لو كان نزل الشوط الاول كان هيعمل احسن اداء من الشوط ده. لان المنتخب السعودي بعد الجونين او الثلاثه كان قافل خطوطه شويه، كان قافل شويه. كنت انا ايه بقى، اي لاعب يمسك الكوره يقعد يمسكوه بتاع، اي نعم كنت عارف تعدي بسهوله اساسا، بس ايه برده كان قافل المساحات شويه. فده اللي كان مخلي ان انا كنت اقدر ان ده اللي كان مخلي ان هيثم حسن ما ظهرش. لكن هو ان اول ماتش ليه بالاداء ده، الاداء ده هيتحسن. خوفي من حاجه واحده في حته الوديات، وانا في الوديات بنلعب حلو، في الرسمات لا. دي بقى دي كارثه، ودي اللي انا عايز افهمها. احنا كل وديه بنلعب كويس قوي، يعني ده منتخب اسباني انا متوقع ان احنا هنلعب كويس قوي. مش هقول لك ان احنا هنكسب، بس هنلعب كويس. هنقدم اداء اللي المفروض يتقدم. بس هل الاداء ده هشوفه في ماتشات رسميه زي كاس العالم؟ انت ما عندكش فوز في كاس العالم. انت ما عندكش فوز في كاس العالم. فانت هيبقى انت قدامك ايران. طبعا ايران احنا مش عارفين اصلا هنلاعبها ولا هنلاعب العراق مكانها، ما اعرفش هنلاعب مين اصلا مكانها، ولا نيوزيلندا اللي منتخب ضعيف تقدر تكسبه، وعندك بلجيكا. وانت اساسا انا ما بخافش على منتخب مصر غير المنتخبات الضعيفه. ضغوط قويه، انا عارف ان في حاجه هتحصل. عارف المنتخب اللي قدام ده هيعمل حاجه. المنتخب الاساسي مش ده، المنتخب الاحتياطي حلمي طولان ده ارميه على جنب. لكن حسام حسن قدم اداء كويس قوي، جاب لعيبه لسه اول ما نشوفها زي اسلام عيسى. اسلام عيسى جامد. يعني عارف كده حفروكه سريع كده وبيعرف يرقص كويس. هادي على الكوره عشان يعرف يجيب جون او يعرف يباصي كويس. تريزيجيه بقى طبعا هو حرفيا يعني اسلام عيسى ده لو كان جابه حد كويس كان عمل احسن من الاداء ده. بس تريزيجيه كان بوظ عليه كل حاجه، لان دايما كان بيمين ناحيه الشمال. تريزيجيه بيلبس تلم الكوره ما بيعرفش يبصي، فبيعمل كارثه. فعشان كده انا بقول لك تريزيجيه كارثه. كارثه كان في الماتش ده. انا شايفه اي نعم هو عمل ماتش كويس، بس كارثه. بيعمل غلطات لو اتعملت في اي ماتش يعني خلاص ممكن الماتش اخسره. لو الغلطه دي اتعملت ما عرفش يستلم كويس، ما عرفش ابص كويس، لان انت هتلعب منتخبات دلوقتي اللي جايه اقوى منتخب. انت هتلعب اسبانيا، ممكن هتلعب برازيل، ده كل ده وديات. بعدها تخش بقى ايه على كاس العالم بقى اللي بجد. نيوزيلندا بايران، على حسب بقى ايران هتلعب في المكسيك ولا في امريكا ولا بلجيكا. محمد لازم يمشي من النت، لازم. اولا هو دخل في كام اوفسايد، انا ما عدتش، انا كنت عمال اعد ونسيت. دخل في اوفسايد كتير قوي قوي. وطبعا ما شفناش نصر المنسي اللي انا كنت هموت واشوفه الصراحه، لان ده كان اكتر لاعب انا كنت عايز اشوفه. اي نعم بقى في الزمالك عنده كده حتى كارثيه ان هو انا ايه هأنن شويه، ودي كارثه كارثه عموما يعني. بس خير، تعدي. عموما المنتخب ده انا يعني ايه، ممكن نعمل بيه حاجه. ممكن نعمل بيه حاجه. حسام حسن بمدرب مصري داخل بمدرب مصري، داخل على كاس العالم.
كسبت السعوديه، هنشوف دلوقتي اسبانيا مع منتخب بقى كبير بقى وتصنيفه الاول هتعمل ايه هتعمل ايه قدامه. لكن ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه. عندك بقى منتخب اسبانيا، هتيجي تدخل على طول على منتخب ايه، منتخب البرازيل ده بقى في التوقف التاني. بس اتمنى يا جماعه، اتمنى مش يوم لما اخسر الاقي حجج متخلفه من الكابتن حسام حسن. حجج، عشان انا لقيت حجج من سفر للسعوديه اللي هي ساعتين، لقيت حجج. فانا مش عايز الحجج دي تيجي تاني. مش عايز الاقي كل ماتش الاقي حجه. مش عايز الاقي مثلا يعيبوا في امريكا، ما اي نعم اي نعم، امريكا دي اقسم بالله بتاعش دي لازمه. وانا يا جماعه لو انت هتسافر عشان امريكا بس عشان كاس العالم ما تسافرش. خلي بقى ايه مثلا نصوحي بقى ومروان سري ممدوح نصر الله كوير الناس الحلوه الجميله دي تروح هي بقى المنتخب، وتيجي تقول لك بقى ايه وتصور لك بقى ايه اللي هيحصل. محمد عدنان اي حد، بس انت ما تروحش، ما تضيعش فلوسك. امريكا الدنيا لبش هناك، دي لبش، والدنيا هتبقى زحمه اساسا، وكاس العالم ده هيخليها زحمه اكتر، مش هتعرف تمشي في الشارع مبدئيا. شباب انا مش هقول طبعا تقييمات لسه، مش انا 11 تبديل ب 11 تبديل، فمش هقول طبعا تقييمات. لكن عايز اقول ان كابتن حسام حسن اتمنى انه يستمر على كده. استمنى اللعيبه تستمر على يعني يكون عندها حافز ان هي تعمل حاجه في كاس العالم. انت عندك اول تاني واحسن توالت، ففي نسبه كبيره قوي ان انت خلاص تصعد. والنوك اوت، نوك اوت احنا ان شاء الله ممكن نبقى كويسين فيها، انما مش كويسين فيها، بس ان شاء الله ممكن نكون كويسين فيها. متنساش يا شباب اللايك، اشتراك، السلام عليكم.